كلنا بنحب اللوز اللي بيبقى موجود في اسواق الكريسماس، بس مشكلته دايما في كميه السكر اللي بتبقى موجوده عليه. انت متخيل ان 100 جرام اللوز دول فيهم 550 كالوري و53 جرام سكر، في حين ان 100 جرام اللوز ده اللي احنا هنعمله مع بعض فيه 300 كالوري وما فيهمش اي جرام سكر. بس قبل ما اقول لك على الطريقه، ما تنساش تعمل لي فولو وتتفرج على الفيديوهات الصحيه الكتير اللي بنزلها كل يوم. ويلا بينا اوريك الطريقه. ننزل ب 100 جرام من اللوز، ننزل ب 50 جرام من السكر الدايت، معلقه كبيره من القرفه، رشه من الملح، 25 مللي من الميه، ونقلب المكونات كويس وبعدين نرفعها على النار ونستمر في التقليب لحد ما الميه تنشف خالص. وعلى فكره ينفع نعملها على طاسه على النار او نعملها في الاير فراير بنفس الطريقه بالظبط. بالنسبه للسكر الدايت اللي بنستخدمه في الوصفه اسالني عليه في الكومنتات وهبعت لك اسمه على طول. وزي ما انتم شايفين كده نفضل نقلب لحد ما السكر كله يتكرمل وننزله على ورقه زبده. وبعد ما سبته نص ساعه ينشف تقدر بقى تكسره وتحوله لقطع صغيره زي كده. الريحه بتاعته خطيره. كان معاكم اخصائي التغذيه كوتش